وهون بينطرح موضوع المشروع الصيني الكتير، المبادرة الكبرى الصينية، الحزام والطريق، اللي عم تحاول من خلال الصين توصل للعمق الآسيوي، توصل لغرب آسيا، ومن خلاله توصل لأوروبا وأفريقيا. الحزام والطريق هو مش بس قائم على بديل مادي، بل عم تيجي الصين تنظم علاقتها مع الدول، لا سيما الدول العالم الثالث، وفق معايير جديدة، وفق سياسات جديدة. عم تقول لهم في نموذج التعاون مع الغرب اللي من خلال صندوق النقد والبنك الدولي والاتفاقيات الثنائية، أنا عم بقدم لكم بديل بمعايير مختلفة، بشروط مختلفة، تدابير مختلفة، له مشروعية أكبر، فتفضلوا تعاونوا معي. إذا عم نكون قدام نمطين من المعايير والسياسات والتدابير لتنظيم التعاون بالشبكات العابرة للحدود الوطنية. النموذج الغربي، وعم يجي الصينيين يقول لا، نحن عندنا نموذجنا من خلال مبادرة الحزام والطريق، تعاونوا معنا، عندنا شروط مختلفة، معايير مختلفة، سياساتنا مختلفة، ونحن عم نتعاون بطرق أكثر عدالة وبقدر أقل جدا من المشروطية اللي عم تفرضه دول غربية عليكم. فهون التنافس الأمريكي الصيني عم بيتم جزء منه مش بس على القضايا والبنى المادية، بل حتى على المعايير والسياسات والتدابير اللي بده يصير على أساس التعاون في هذه المشاريع والبنى. بناء على اللي قلناه عن كيفية الصراع بسلاسل التوريد وعلى هذه الشبكات اللي سميناها شد الحبل، ومحاولة الحصول على الموقع العقدة في هذه الشبكات، عم بيحاول كيان العدو الإسرائيلي كل طاقته إنه يجذب هذه المشاريع لعنده، وإنه يتحول هو لمركز الشبكات بالمنطقة، لا سيما على المستوى التكنولوجي محل ما عنده تفوق واضح. وهيك مثل ما قلنا بالحلقة السابقة، ضمن مشروعه ليستخدم التطبيع من خلال هذه الشبكات ليتحول لكيان مش بس طبيعي لكن مهيمن على المنطقة. مثلا بالعام 2018 دخل كيان العدو الإسرائيلي بمشروع لتصدير الغاز لمصر، حتى تقدر مصر تتحول إلى مركز إقليمي للطاقة. كمان بعام 2005 وقع الكيان العدو الإسرائيلي مع الأردن والسلطة الفلسطينية اتفاق ليشق قناة سميت قناة البحرين برعاية أمريكية، لينقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت تحت عنوان درء الجفاف عن البحر الميت، ولإقامة محطات لتحلية المي بتغذي 3 دول. بالتالي هون حتى على مستوى المياه إسرائيل بدها تتحول لدولة عقدية مثل ما نشوف من خلال هذا المشروع. وبتموز 2017 طلع كلام إنه هذا المشروع المائي دخل حيز التنفيذ. بالنتيجة كانت عم تطمح إسرائيل لربط الأمن المائي للأردنيين والفلسطينيين فيها، وهذه بقضية كتير هالقد حيوية. كمان بتموز 2019 كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية مشروع عن بناء سكك حديدية تنطلق من ميناء حيفا نحو الأردن ثم نحو السعودية وصولا إلى سواحل الخليج. وانقال إنه هذا المشروع سيتيح نقل البضائع والطاقة من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط بتجنب مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس، تحت عنوان تحييد التهديد الإيراني، وشبك كل هذه الدول بميناء حيفا. بالتالي بتتحول إسرائيل لعقدة بنقل البضائع لكل الدول العربية، وأيضا تستخدم هذا الأمر لربط آسيا بالبحر المتوسط من خلال هذه السكة الحديدية اللي رح توصل على ميناء حيفا اللي بيديره كيان العدو الإسرائيلي. عم نقول هالأمثلة لنوضح كيف بفكروا الإسرائيليين، وهن كيف عم بيشوفوا علاقاتهم داخل المنطقة، ونفهم طموحاتهم للسيطرة على المنطقة اللي من خلال إقامة هذه البنى المادية العابرة للحدود، لأنه بيعتبروا أنه هذه البنى مثل ما قلنا بالحلقة السابقة والحلقة الحالية هي اليوم الشرايين اللي أنت من خلالها بتمارس نفوذك وقوتك وسطوتك. وبهذه القضايا بس تصير قوي الموضوع بيتجاوز القضية المادية، لأنه من خلال هذا الأمر أنت عم تربط الناس ومصالحهم وحياتهم اليومية فيك، وبالتالي عم تربط هوياتهم وولاءاتهم كمان فيك. طيب بمقابل العدو الإسرائيلي